اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل على عيونكم أو مساء الورد على حسب التوقيت اللي هتشوفوني فيه. وحشتوني قوي من آخر فيديو وبحبكم قوي من جوه قلبي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدا ولا من تعليقاتكم الجميلة. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى عيش شامي بيتي بطريقة بسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص. تعمليه بقى في المدارس تحفة جدا في السندوتشات او الرحلات. كلنا طبعا الصيف خلاص هيبدأ اهو داخل علينا، هنروح نصيف، هينفعك قوي. بتعمليه وتجهزيه قبلها وما بياخدش منك وقت خالص. ولو خارجة برضو انتي والولاد وحابة تاخدي معاكي سندوتشات هيبقى افضل طبعا من اكل الشارع. هينفع قوي وهيحبوه وخفيف وطعمه حلو. ينفع كمان للفطار او العشاء وبيسد معاكي وطازة وموفر معاكي وبيرمي كمان كمية كبيرة. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو، وما ننساش اللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو علشان الكل يستفاد ويشوف. المقادير سهلة وبسيطة. كمية الدقيق دي عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق، مقاس المج ده اللي كلنا عارفينه بتاع الشاي، يعني تقريبا نص كيلو دقيق. هنضيف عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونص معلقة كبيرة ملح ونص معلقة كبيرة سكر، وبنفس المج كوباية مية دافية، ولو احتاجنا تاني برضو مية بنزود. هنا هضيف الخميرة والملح والسكر واقلبهم مع الدقيق وانزل بالمية. المية لازم تكون دافية واقلبهم واعجن كويس، ولو احتاجنا مية بنضيف حسب الدقيق بتاعك. وهنا بقى مش هينفع جلافز خالص، هنعجن بايدينا عادي مفيش مشكلة، وهنعجنها كويس لحد ما العجينة تلم معانا ويختلط الدقيق كويس. هنفضل نلم ونعجن زي ما انت شايفة، هي هتلم معانا بسرعة وهيبقى شكلها كده تمام. هنغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق كده تمام. بعد ما سيبناها ترتاح 5 دقايق هضيف لها 2 معلقة كبيرة زيت، وبعد كده هنلف العجينة كويس بايدينا لحد ما العجينة تشرب الزيت كويس. نفضل نلف فيها. وعايزة اقولك على معلومة مهمة، لو هتعجنيه وتعمليه في الصيف يبقى هتسيبيه يخمر 10 دقايق بس، اما لو هتعمليه في الشتاء هتسيبيه يخمر لمدة تلت ساعة. طب ليه يا لولو؟ بتبقى ريحة الخميرة وطعمها قوي وباين جدا في العيش. تمام. وبما اننا دلوقتي الجو حر هنغطيه ونسيبه 10 دقايق بس. وكده تمام. بعد 10 دقايق هجيب اي صينية عندي وافرش فيها شوية دقيق كده، وابتدي اقطع العجينة كور صغيرة حجم الرغيف الشامي الصغير زي اللي موجود في محلات الفول والطعمية. حابة تكبري حجم الرغيف براحتك، حابة تصغريه برضو براحتك. انا عن نفسي بحبه الحجم ده. والله يا جماعة الحاجة اللي بنعملها بإيدينا بنبقى فرحانين بيها، واحنا بنعملها حاجة نضيفة لينا ولأولادنا. حتى ولو هنوصل ل80% بس من الحاجة الجاهزة اللي بنجيبها من بره، بس برضو بنكون مبسوطين وفي نفس الوقت موفرة. يعني بنص كيلو دقيق عملنا كام رغيف. هقطع بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. هنا خلاص عملت العجينة كلها كور في الحجم ده. وبكرر تاني، لو انت في الصيف بعد ما تخلصي وتكوري كل الكمية هتشتغلي على طول وتفرديه. اما لو في الشتاء هتسيبيه 10 دقايق على جنب. تمام. على الرخامة بقى هنرش شوية دقيق وهناخد الكور اللي عملناها ونفردها بالنشابة بالراحة كده. افردي تخلي السمك بتاعه لا رفيع قوي ولا تخين قوي، يكون متوسط، عشان لو تخين هيكون فيه لبابة كتير جوه الرغيف. نخليه وسط.
وهفرد في كل الكمية. وهنا هكون مجهزة جنبي اي قماشة او فوطة نضيفة واحط عليها العيش اللي بفرده، واغطيه كمان بقماشة تانية علشان اعرف اشيله، وكمان عايزة شكله من تحت زي فوق فلازم نغطيه. بصوا ده شكل الكور، عجينة اسفنجية وخفيفة تحفة، بذمتكم ما تستحقش لايك جميل منكم. هخلص الكمية كلها وما تخافيش مش هتاخد منك وقت، لان احنا بنعمل رغيف صغير. وده هيبقى شكله محطوط على قماشة نظيفة ومتغطي بقماشة تانية. اسيبه بقى يريح ربع ساعة كده وهو متغطي. وفي طاسة على البوتاجاز او صينية تيفال المتاحة عندك، هتسيبيها تسخن في الاول وبعد كده تنزلي بالعيش وتهدي شوية. شايفين هينفخ معاكي ازاي؟ سيبيه ياخد اللون ده، انا بحبه كده بصراحة، بيبقى محمص شوية. طبعا في ناس بتحب تطلعه لونه ابيض، لكن انا بحبه يبقى فيه التحميصة دي. هو يدوب ما بياخدش وقت، دقيقتين من فوق ودقيقتين من تحت. ولو لقيتيه نفخ من جنب واحد بس هتدوسي عليه كده من الجنب التاني هينفخ معاكي على طول. يا سلام يا لولو، ايه الجمال ده، تحفة. دايما يا حباب قلبي بنحاول على قد ما نقدر نعمل الحاجة بايدينا في البيت. الاسعار بره بقت غالية في كل حاجة. الرغيف ده تقريبا بره عامل من 2 ل3 جنيه، علشان تجيبي منه لفطار او عشاء او حتى غدا، شوفي هتدفعي كام. وصدقيني النتيجة هتبهرك، حتى لو الحاجة فشلت معاكي مرة مفيش مشكلة، حاولي تاني وان شاء الله هتظبط معاكي وتطلع احلى حاجة باذن الله. اهم حاجة انك تتحدي نفسك وتحاولي وما تكسليش وتقولي اشتري جاهز من بره وخلاص حتى لو غالي، وانا لسه هعمل واتعب نفسي، ده بقى اسمه كسل ودلع. فكل بنوتة جميلة حابة تتعلم او كل مامز حابة برضو تتعلم وتوفر، تشيل فكرة الكسل دي من دماغها وتستعين بالله كده وتحاول ويبقى كلها نشاط وتفاؤل، مفيش حاجة صعبة علينا ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله من نص كيلو دقيق عملنا احلى عيش شامي ومنفوخ اهو قدامكم، والله ما اخد وقت خالص وطعمه تحفة. بصي بقى اعملي منه احلى سندوتشات، انا بحبه جدا بالطعمية، حلوة قوي زي محلات الفول والطعمية. شوفي السندوتش دلوقتي بقى بكام، الاسعار بقت غالية قوي بره. فانتي اعملي الحاجة اللي تحبيها في البيت، حطي بقى سلطة، حطي خيار، وكمان الشيبس بيبقى جميل فيه قوي، ممكن الجبنة والفول، اي حاجة عندك تعملي بيه سندوتشات. اللهم بارك ولا اروع، هينفع معاكي في اي وقت، هتاخدي على قد الوجبة وتشيلي الباقي في كيس تلاجة وتحتفظي بيه في الفريزر. وبالهنا والشفا على صحتكم. يا رب تكونوا استفدتوا ولو حاجة بسيطة من الفيديو، ويكون الفيديو عجبكم. يلا بقى اللايك الجميل والكومنت الحلو، ولو اول مرة تشوفيني فعلي زر الجرس واشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتي، والقناة تكبر بيكم احلى اخوات في الدنيا. وحبايبي اللي بيقولوا فيديوهاتي ما بتوصل لهمش، هقول لكم على حاجة تعملوها، هتلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا تاني عادي خالص في القناة. في رعاية الله ودمتم سالمين.